السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة احنا هنسيح مع بعض كمية من الزبدة. كل سنة وانتم طيبين. انتوا عارفين ان زبدة الشتاء زبدة حلوة جدا، يعني اللي عايز يخزن يجيب في الشتاء. الزبدة دي عندي من الشتاء على فكرة. المهم انا حطيتها على حلة على النار، ووطيت سبتها عالية لحد ما الزبدة انا اسفة اتفككت، وطيت عليها شمعة. اختبارك للزبدة ازاي هي استوت. لما انتي بتحطيها على نار بتفضلي كل مدة تقلبي فيها كده عشان ما تتحرقش، خلي بالك، لحد ما انتي تطلعي بحرف معلقة كده من تحت من قاع الحلة. لو لقيتي المرتة او المرتة حسب نطقكم بقى لونها جلد فاتح، بعديها بثواني بتدفي، لانه خلي بالك بخار الحلة بيسويها. احتفاظك بيها يستحب ان انت تحتفظي بيها في حاجه ازاز. اما اذا كنت انت عندك ارث من بيت العيله، حاجه انا تقريبا على حد علمي اسمها محلبه او محلبه حاجه كده، مع احترامي لحضراتكم هي شكل البلاص الصغير. ما عندكيش بتحتفظي بيها في برطمانات ازاز. بس لو عندك كمية كبيرة خدي على قد استعمالك الشهري وشيلي الباقي على رف التلاجة، لان الزبدة ريحتها بتغير. وكل سنة وانتم طيبين، وكل موسم زبدة وانتم طيبين وبخير. اما بالنسبة للمرتة ليها استخدامات كتيرة، ده البرطمان الصغير هقول لكم عليه. السلام عليكم ورحمة الله.